من دون انتصار، والدفاع الجديد استقبل نظيره اتحاد طنجة، وبفارق المراكز حل ممثل البوغاز صاحب الصف الثالث ضيفا على فارس دكالة الثالث عشر، عائدا إليه في الآن نفسه بعبد الحق بن شيخة إلى الجديدة، لكن هذه المرة كمنافس باحثا عن نقاط، بعدما كان بالأمس القريب مدافع عن الدفاع الجديد. هذا هو حال كرة القدم، تأتي بأقدار لا نتوقعها. فبعد الدقيقة الثامنة من المباراة سجل الفريق الزائر هدف السبق عن طريق عبد الغني معاوي، لتحمل الدقائق الموالية ما يوثق أقدار خارج التوقعات. كوليبالي يسجل هدف التعادل للدفاع الجديد، وهو الذي كان يريد فقط إعادة الكرة إلى نقطة الصفر احتراما للروح الرياضية. انتهى شوط أول على إيقاع الهدفين المسجلين من كلا الفريقين، وابتدأ الفصل الثاني على إيقاع تسديدة قوية للامين دياكيتي الذي لم يمضي على هذه المحاولة كثيرا حتى نال البطاقة الحمراء لضربه أسامة غريب دون كرة. جمال السلامي يعلم بصعوبة المهمة، وتخمينات في الضفة الأخرى لاستغلال النقص العددي للدفاع، غير أن اتحاد طنجة أخفق في ذلك واكتفى بتعادل مر وإن كان خارج ميدانه. وعجز فريق نهضة بركان عن تحقيق